السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة في مطبخي، معاكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل كيكة حلوة قوي، كيكة تركية. احنا عملنا قبل كده كيكة تركية اللي هي بصوص البرتقال من فوق. هنعمل النهاردة الكيكة بصوص الكراميل، اسمها كيكة التريليشيا أو كيكة الحليب والكراميل. هي حلوة جدا وطعمها تحفة وهشة وطرية، والطعم حكاية بصراحة جميلة جدا. هقول لكم بقى دلوقتي على المقادير. هو انا هعمل كيكه اسفنجيه. ممكن تعملي الكيكه الاسفنجيه اللي احنا عملناها قبل كده اللي بالمحسن كيك، او ممكن تعمليها اللي هي بدقيق الاسبونج، او بالطريقه دي. انا قلت اعمل لكم بقى النهارده اللي هي طريقه ان انا افصل البياض عن الصفار، علشان اللي ما عندوش محسن كيك ممكن يعمل بدي. فعندك محسن كيك هتعملي بمحسن كيك، عندك دقيق اسبونج هتعملي بدقيق اسبونج، عندك ما عندكيش الاتنين التانيين بقى هتعملي عادي. وهنفصل البياض عن الصفار عشان ابقى انا كده قلت لكم على كل طرق الكيكه الاسفنجيه. النهارده معايا 5 بيضات، انا فاصله الصفار عن البياض زي ما احنا شايفين. ومعايا سكر، حوالي كوبايه سكر مليانه، طبعا الكوبايه اللي احنا بنشتغل اللي احنا قلنا عليها دي. وبرضو هقول لكم بالجرامات علشان حبايبي اللي طلبوا ان انا برضو اقول على كل حاجه بالجرامات. هو حوالي 200 جرام سكر سنترفيش عادي، بس اللي هو ناعم الحبيبات الفاتح زي ما احنا متفقين. وعندي هنا معلقه كبيره زبده، يعني حوالي 20 جرام زبده ده للكراميل. وعندي هنا برضو معلقتين كبار نشا، دي برضو للكراميل. وعندي هنا حوالي تلتين كوباية، يعني فوق النص بحاجة بسيطة، ما وصلتش كمان للتلتين، يعني حوالي 150 ملي مية. وعندي هنا الدقيق دول كوبايتين، الا مثلا معلقة بالظبط هما معلقة كوبايتين قد دي، شلت منهم معلقة واحدة، حوالي 250 جرام يعني ربع كيلو دقيق. وعندي كمان بيكنج باودر حوالي معلقة كبيرة، يعني 10 جرام بيكنج باودر او اللي هي خميرة الحلوى. وعندي كمان فانيليا، رشة فانيليا. وعندي ايه تاني؟ بس دول كده للكيك الحاجات دي، بس الزبدة والنشا هيبقى للكراميل. ومعايا كمان للكراميل كوباية سكر، هوريها لكم بقى ساعة لما نيجي نعمل الكراميل. هيبقى كوباية سكر وكوباية مية. انا هخلي بقى حاجة الكراميل كده على جنب عشان ما تلخبطوش. وادي حاجات الكيك. خلاص هنعمل ايه؟ انا هاخد دلوقتي البياض ده، لازم الطبق اللي انا هعمل فيه البياض ما يبقاش فيه ولا نقطة مية علشان يتضرب معايا يبقى كويس. فلازم يبقى ده ناشف، الكوباية الطبق والوعاء كمان اللي انا هضرب فيه البيض يكون ناشف جدا مفيهوش ولا نقطة مية، وكمان المضرب نفسه ناشف جدا. خلاص ده عشان يطلع معاكي المرنج حلو جدا ومظبوط ويمسك معانا كده ويبقى زي شبه الكريمة. هحط بس رشة ملح خفيفة وانا بضرب المرنج. هضربه بقى بالمضرب الكهرباء ونرجع مع بعض نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. المرنج معانا بقى قوامه جامد ازاي وبقى كريمي خالص. انا هعمل بقى في نفس الوعاء بتاع البياض عادي الصفار بقى، لكن البياض هو اللي لازم الحاجات اللي انا قلت عليها عشان ينجح. تعرفي ازاي ان هو مسك وبقى قوامه كويس؟ انت هتقلبي الطبق كده اهو ما بيقعش. خلاص انا عايزه بس اوريهولكوا اهو ماشي كده. خلاص المرنج اتعمل، هحطه بقى على جنب. وهعمل هنا برضو بالمضرب الكهرباء، هعمل البياض الصفار سوري، هنزل الصفار كله بقى. ومعاه السكر والفانيليا، وهضربها برضو بالمضرب وهنرجع مع بعض نشوف هنكملها ازاي. كده الصفار ضربناه مع السكر لغايه لما لونه بقى ابيض كده. هحط بقى عليه الميه وهضرب الكلام ده تاني بالمضرب وارجع بقى نكمل مع بعض.
شايفين ضربنا الخليط اهو بقى على الميه، بقى خليط ناعم وجميل جدا، والسكر داب وبقى هش كده ولونه ابيض وحلو. هبتدي بقى ان انا هحط الدقيق بعد ما قلبت فيه البيكنج باودر اهو، هحطه واقلبه برضو بالمضرب لغايه لما كله يخش في الدقيق. هضربه بقى بالمضرب تاني ونرجع بقى نشوف بعد كده هكملها ازاي. كده اهو ضربنا الدقيق بقى مع الخليط، بصوا شايفين عامل ازاي القوام. حسب بقى نوع الدقيق بتاعك ممكن تحتاجي الميه، يعني ممكن تحتاجي زياده فوق الميه اللي انا قلتلك عليها دي بحوالي 3 معالق مثلا. انا احتاج دلوقتي حوالي 3 معالق عشان اخليهم القوام ده، لان كل دقيق زي ما احنا متفقين بيختلف. خلاص شايفين القوام، عشان تخليه كده بتقومي حاطه بقى ايه البياض ده يعني على مرتين. هحطه كده وهقلب بقى ايه من تحت لفوق عشان الهواء اللي دخلته في الكيك ما يطلعش اهو. هقلب من تحت لفوق اهو كده لغايه لما الابيض ده يختفي ويخش بقى مع الخليط بتاعي. ابتدي ان انا احط باقي الكميه واقلب برضو من تحت لفوق. هكملها انا بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي الخليط اهو انا قعدت اقلب فيه زي ما احنا اتفقنا من تحت لفوق كده اهو لغايه لما بقى ايه الخليط معايا تجانس وبقى حلو كده. انا هبتدي بقى دلوقتي اجيب الصينيه بتاعتي حوالي دي مقاس 28 اللي هي بيبقوا 3 صواني في بعض كده، دي اللي في النص مقاس 28. بطنتها طبعا بزيت وحطيت كمان ورقه زبده ودهنتها برضو بزيت عشان اضمن انها ما تلزقش ان شاء الله معايا. هبتدي بقى احط ده خليط معايا هنا بسم الله. شايفين الخليط هش وجميل وما طلعش منه الهواء عشان احنا قلبنا زي ما قلنا من تحت لفوق. هروح بقى دلوقتي احطها في الفرن على الشبكه درجه الحراره 180 اللي هي درجه الحراره المتوسطه، وهسيبها لغايه لما تستوي خالص واحط الخله فيها في النص تطلع نظيفه يبقى كده استوت خلاص. اروح احطها ونكمل باقي الكيك مع بعض. وبكده طلعت معانا الكيكه، وزي ما احنا شايفين بنحط الخله فيها بتطلع نظيفه اهي، بنشوفها من كذا مكان وايه تطلع لنا نظيفه كده يبقى هي استوت وحلوه جدا وجميله. هنسيبها بقى لما تهدى خالص، مش تهدى يعني تبرد تماما لا، يعني بتبقى دافيه دفيان خفيف قوي خلاص. وهنبتدي نشتغل فيها بس كده بقى، نسيبها لما تهدى ونشوف هنكمل ازاي. بكده بقى خلاص بعد ما بردت هبتدي ان انا اقلبها اهو، حتى اقلبها على ظهر الصينيه كده، وهشيل ورق الزبده بتاعنا ده. شايفين عامله ازاي معانا جميله وهشه خالص اهي وحلوه جدا. اي طريقه بقى من طرق الكيكه الاسفنجيه انت عايز تستخدميها استخدميها. انا هحط اللينك بتاع وصفه الكيكه الاسفنجيه بدقيق السبونج وبالمحسن الكيك هحطه لكم في صندوق الوصف. هروح بقى دلوقتي ايه هنضف الصينيه من هنا، الحروف دي هنضفها كويس عشان هرجع الكيكه تاني في الصينيه. رجعنا كده الكيكه في الصينيه بشوكه بقى ولا بخله، ونعمل كده عشان هعمل لكم كمان بالخله عشان لما نعمل اللبن هنحط لبن دلوقتي الكيكه تشربها كده. من كل ناحيه زي ما احنا شايفين كده. اللبن ده بقى هحليه بمعلقتين سكر، هو نص كيلو لبن، كوبايتين لبن، واحط فيهم معلقتين كبار سكر، واسقي بيهم بقى الكيك بتاعي لغايه لما يشرب كل كميه اللبن دي. هحط بقى فيها السكر وارجع لكم كده. وقلبنا بقى السكر في اللبن كده، هنبتدي نسقي بقى بيها الكيك كده.
هنجيب كل الاطراف وجوه وفي النص وفي كل مكان هنسقيها كده. انا بقى هسقيهم وبعدين هرجع معاكم نكمل باقي الوصفه. كده بعد ما شربنا اللبن في الكيكه كلها كده هبتدي اعمل ايه. انا عندي كريم شانتيه ضربته عادي، كريم شانتيه الخام او البواكي اللي بنجيبها من السوبر ماركت، وتضربيها مع اللبن المتلج وايه وتسيبيها في التلاجة شويه. انا هبتدي دلوقتي هجيب بس معلقه وهعمل طبقه من الكريمه وبعدين ارجع معاكم. كده بقى ايه غطينا كل الكيكه بالكريم شانتيه بتاعنا اللي احنا عاملينه، وبعدين هسيبها في التلاجة تمسك شويه الكريمه علشان لما احط عليها الكراميل ما يخشش الكريمه مع الكراميل، تبقى طبقات. فانا هحطها دلوقتي في التلاجة ونعمل مع بعض بقى دلوقتي الكراميل على ما هي تجمد شويه. هنعمل بقى دلوقتي صوص الكراميل. عندي المقادير بقى هقولها لكم تاني. عندي كوبايه سكر سنترفيش ناعم، وعندي معلقتين كبار نشا، وكوبايه ميه عاديه، الكوبايه اللي احنا بنستخدمها دي اللي هي 200 ملي، وعندي معلقه زبده بس، يعني 200 جرام سكر و200 ملي ميه ومعلقتين النشا ومعلقه الزبده. انا هروح دلوقتي احط السكر ده في الطاسه او في الحله بتاعتي على النار من غير اي حاجه، وهشغل عليها النار ونشوف دلوقتي هنكملها ازاي. انا حطيت السكر في الطاسه بتاعتي اهي، هعملها كده هوزعها بس على الطاسه كده وهسيبها لغايه لما نلاقيها بتبتدي تسيح من الجوانب كده. هبتدي بقى اقلب ساعتها بالراحه، هنسيبها وهوريكم ازاي ساعتها احنا هنقلب امتى. اهو ابتدى بصوا يغير اللون اهو من هنا ويبتدي يسيح. انا موطيه طبعا النار عليها، يعني نار هاديه مش هاديه قوي بس يعني متوسطه، عشان العسل السكر بتاعي ما يتحرقش ويمرر. هسيبه بقى لما يسيح خالص من غير ولا نقطه ميه، هتلاقيه ساح وبقى جميل جدا. انا بقى هفضل اقلب كده لغايه لما يكمل يسيح كله ونشوف مع بعض هنكمله ازاي. كده بقى بعد ما السكر بقى معانا سايح كله اهوت وبقى اللون ده، انا مش هسيبه اغمق من كده عشان ما يتحرقش ويمرر. هحط بقى معلقه الزبده هعملها كده. النار قلنا متوسطه، هبتدي ان انا اسيبها لما تسيح خالص، وبعدين ابتدي احط معلقه كوبايه الميه. هحط كوبايه الا ربع واسيب ربعها ابقى ادوب بقى بعد كده فيها النشا. هشيلها بس من على النار على ما اقلب بس والزبده كلها تسيح كده، عشان قلنا مش عايزينها تتحرق اهي. اهي كده الزبده اختلطت خلاص بالسكر. هجيب بقى كوبايه الميه هنحط قلنا كوبايه الا ربع اهي. اول ما هحطها هتقفش مش مشكله، هي لازم تقفش لان السكر سخن جدا والميه عاديه من الحنفيه. هنقعد نسيح فيها وندوب فيها لغايه لما تدوب خالص. انا هجيب بس معلقه خشب. شايفين انا حطيت بس حبه الاول وبعدين احط حبه كمان. اهو هسيب بس بقى ايه ربع الكوبايه كده ابقى ادوب فيها النشا، وهفضل ورا الكراميل ده لغايه لما كل السكر بتاعي ده يدوب. هقعد اقلبه كده بالراحه على النار الهاديه قلنا، وبعد ما يدوب هنرجع مع بعض نحط مع بعض النشا بقى. هدوب دلوقتي النشا مع شويه الميه اللي احنا مبقيينهم زي ما قلنا. هقلبها بره كده وادوبها كلها، وبعد كده نحطها على الكراميل اهو. هحط بقى النشا كده وهقلب على طول
لان النشا بيخرز وبيقفش على طول، وانا عايزه الصوص كريمي كده يبقى حلو. هعلي بقى النار شويه صغيرين وهبتدي اقلب تاني. هسيبها بس لما تتقل شويه القوام بتاعها وبعدين ارجع لكم تاني. احنا بقى اللون بتاعنا بقى عامل ازاي والقوام اهو. عايزاه القوام ده عشان اعرف افرده على الكريمه. انا طبعا هشيله بقى من على النار دلوقتي كده، وبعدين اسيبه لما يهدى وبعدين احطه على الكريمه عشان ما يبقاش سخن يسيح لي الكريمه. هسيبه يهدى خالص ونحطه مع بعض. دلوقتي بقى بعد الكراميل ما جه يعني برد معايا، هبتدي ان انا هفرده على الكريمه زي ما احنا شايفين بفرد بسهوله ازاي عشان الكريمه ماسكه سقعت وهو كمان بارد. انا هخلص بقى فرد الكراميل ونشوف نكمل تزيينها ازاي. حطيت هنا بقى بعد ما خلصنا الكراميل حطيت هنا كريمه عاملاها هي نفس الكريمه اللي احنا كريم شانتيه اللي احنا حاطينه تحت الكراميل، بس خففتها بنقطه ميه خفيف زي ما احنا شايفينها كده عشان بس تعرف اعمل بيها خطوط. هعمل بيها خط كده. طبعا انا فتحت من هنا خرم صغنن كده، يعني قطعه صغننه عشان تنزل لي بس الكريمه بخطوط صغننه رفيعه كده. وبعدين جنبها واحد تاني كده. هخلص بقى انا باقي الكميه وبعدين هنشوف نزين باقي التزيين بتاعها ازاي. كده اهوت عملنا الخطوط اللي قلنا عليها. هجيب بقى الخله بتاعت الشيش طاووق وهعمل بيها كده. بصوا من الجنب كده، بس هجيب منديل وهمسح بيه وبعدين اجي عكس وامسحها واجي كده. خلاص اهو على الوش كده، مش هغوط يعني لتحت، على الوش كده يعني اللي هي طبقه الكراميل والخطوط بس دي كده بس كده. شايفين شكلها بقى حلو ازاي؟ هحطها بقى في التلاجة مثلا حوالي ربع ساعة كده وبعدين نقطعها مع بعض ونشوف بقى هتبقى شكلها عامل ازاي من جوه. قطعتها بقى اهي. هبتدي بقى ان انا نطلع واحدة مع بعض. اهي شايفين بقى شكلها جميل جدا وهشة. شايفينها؟ والطعم بقى حكاية، طعمها تحفة جميلة جدا جدا جدا. ولو عجبتك بقى الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.